هو البيانات اللي اتسربت من شات جي بي تي دي يعني ايه الخطر فيها؟ الخطورة الأساسية بتكون في إمكانية استغلال البيانات في محاولات اغتيال، زي رسائل التصعيد الاحتيالي أو خداع الأشخاص للحصول على معلومات حساسة. لكن بما إن البيانات اللي اتسربت كانت محدودة ومش حساسة، فالخطر بيكون أقل، لكن برضو لازم يكون حذر. يعني هيبقى في عمليات نصب الفترة الجاية؟ بالظبط، ممكن تحصل محاولة نصب لفترة معينة، خاصة لو البيانات اللي اتسربت استخدمت في رسائل تصعيد. علشان كده مهم نبقى حذرين ونراقب أي رسائل مشبوهة، ونتأكد دايما من مصدرها. معلوماتك، ايميلاتك، جهازك الكمبيوتر او حتى الموبايل، دولتك، كل ده اتسرب. شات جي بي تي بعت لي ايميل النهارده زي ما انت شايف كده، بيقول ان في معلومات اتسربت منه، وكمان بيقول ان هي المعلومات دي مش حساسه، بس انا مش حاسس حاجه زي كده. ولما سالنا شات جي بي تي ذات نفسه قال لنا ان ده ممكن يعمل عمليات نصب واحتيال عن طريق حاجه اسمها السوشيال انجينيرنج. يعني انا هخش وهبدا ان انا اتكلم معاك وابقى عامل نفسي ان انا عارفك، وكمان ممكن ان انا انصب عليك. مش بس كده، ده كمان محادثاتك كمان نزلت على جوجل، بحيث ان الناس ممكن تخش تكتب على جوجل عادي تلاقي في محادثات ما بينك وما بين شات جي بي تي عادي متشيرة على جوجل، وممكن ان انا اخش عليها وكمان اقراها كلها. طب هل ده خطر عليا؟ طبعا، لان انت لو حاطط معلومات حساسة ليها علاقة بالشركة بتاعتك او ليها علاقة ببياناتك الشخصية، كل ده بقى على جوجل. كمان سام التمان، واللي معرفش سام التمان ده المدير التنفيذي لشات جي بي تي او شركة اوبن اي اي، كمان صرح ان هو يقدر ياخد المحادثات ما بينك وما بين شات جي بي تي ويقدمها كمان للمحكمة لو المحكمة كمان طلبتها، وده طبعا بيخالف سياسة الخصوصية. وعايز اقولك على الخبر السيء ان كل المحادثات حتى اللي انت مسحتها موجودة في شات جي بي تي، وكمان مش ممسوحة، وكمان يقدروا ان هم يستعينوا بيها في اي وقت. عشان كده عايز اقولك اوعى تستخدم شات جي بي تي الفترة الجاية في معلومات شخصية او معلومات ليها علاقة بالشركة بتاعتك. ولو عايز تعرف اكتر اكتب لي بس كلمة تم، وهبعت لك كل اللينكات اللي ليها علاقة بالموضوع ده.